الذهب لفتيات الذهب بنات النادي الأهلي، وربطة الانحراف والانحلال وعامر فحمة تغرم النادي الأهلي غرامات قاسية، وشركة تطوير عقاري بحق وحقيقي، شركة كاملة متكاملة، الراعي الرابع للنادي الأهلي. غدا إن شاء الله العقد هيتعامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. لو حضرتك اول مرة تشوفنا او اول مرة تتابعنا، تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو. ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، وألف ألف مبروك لبنات الذهب وفتيات الذهب سيدات النادي الأهلي في الكرة الطائرة للحصول على النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر للكرة الطائرة على حساب نادي الصيد بالفوز 3-0. الله أكبر على بنات النادي الأهلي، وألف ألف مبروك، وألف مبروك لمجلس الإدارة مرة تانية، وألف مبروك لجمهور النادي الأهلي. والكأس الأولى من نسختها الأولى في الجزيرة، بطولة وتنضاف لرصيد بطولات النادي الأهلي. وربطة الانحراف والانحلال من عامر فحمة وأحمد دياب تغرم النادي الأهلي غرامات قاسية، غرامات كبيرة على النادي الأهلي، غرامات. لأن النادي الأهلي ليه بقى؟ علشان اعترضوا على الحكم. أمال لو الأهلي أو لاعيبة النادي الأهلي كانوا ضربوا النادي الأهلي، كانوا ضربوا الحكم ولا غزوا الحكم ولا تهجموا على الحكم، كانوا عملوا إيه؟ لما بس اعترضوا بالكلام وغرموهم 20,000 جنيه، وغرامة على الجمهور للسباب الجماعي 20,000 جنيه. النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي واخد 40,000 جنيه في الغرامات، هو ونادي بيراميدز، بس علشان اعترضوا على الحكم والسباب الجماعي. طب هو في جمهور أساسا لبيراميدز علشان تقول لي سباب جماعي؟ ولا أنت يا أحمد يا دياب ما عرفش تعمل حاجة أنت وعامر فحمة فجايين عن النادي الأهلي؟ طب ليه بقى لما مباراة الزمالك وأسوان في أسوان، لما اعترضوا لاعيبة الزمالك مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة، 5 6 مرات، وكله موثق بالفيديو، كله موثق بالفيديو، ما سمعناش ولا شفنا غرامات على نادي الزمالك ولا على الحكم؟ ولما اعترضوا على الحكم ده اتجمعوا على الحكم وكانوا هيضربوه، ومرة واتنين وخمس مرات اتجمعوا على الحكم، ومنهم اللي شد الحكم، ومنهم امين عمر لما كتب في تقريره اتوقف. علشان تعرفوا بس شغل التدليس للحكم او شغل التدليس من اتحاد الكرة ورابطة الاندية ضد النادي الاهلي، ضد النادي الاهلي. ليه بقى؟ لا، في مباراة الاهلي الزمالك والاتحاد كمان، الاتحاد اتعمل على الزمالك 20,000. ليه بقى؟ علشان عمنا فريرة ما حضرش المؤتمر الصحفي. لكن احمد سيد زيزو لما اعترض على الحكم ما فيهاش غرامات. احمد سيد زيزو لما اعترض على ابراهيم نور الدين ما ادالوش انذار علشان ما توقفش مباراة الاهلي اللي جاية. يقدروا ما يقدروش؟ طب ما كل يوم بنسمع سباب وشتايم وتهزيء في الحكام من مرتضى منصور واعوانه في قناة نادي الزمالك. ليه ما حدش بيتكلم عليهم؟ ليه ما فيش غرامات؟ لكن ايه؟ علشان طلعوا على قناة نادي الزمالك وقال لك ده سيد عبد الحافظ اتهجم على الحكم ومحمود متولي اتهجم على الحكم، خلاص يبقى عامر حسين واحمد دياب يعملوا اللي على مزاجهم، بيسوقوا وعلى مزاجهم هم بقى، ويغرموا في النادي الاهلي ويغرموا غرامات كبيرة على النادي الاهلي. بس مين يقدر يوقف النادي الاهلي؟ ان شاء الله في اللي جاي احسن للنادي الاهلي، احنا نفوز بارادتنا وملعبنا وبرجولة اللعيبة. ان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. والراعي الرسمي الرئيسي او الراعي بجد شركة تطوير عقاري بجد، مش شغل سمسرة وخلاص، مش شغل سمسرة ومن الباب للباب، لا ده شغل شركة تطوير عقاري بجد وحق وحقيقي.
الراعي الرابع للنادي الأهلي. غدا في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي يوم الأحد الساعة 1 الظهر إن شاء الله هيقرروا مع النادي الأهلي توقيع العقود لرعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة. يبقى إيه الكابتن محمود الخطيب زي ما قال إن شاء الله رعاية النادي الأهلي هتتخطى 2 مليار جنيه أو 3 مليار خلال الأربع سنوات القادمة. ما شاء الله على الأهلي والله أكبر عليه، وكله بالتوفيق للنادي الأهلي فيما هو قادم بإذن الله وجاي وأحسن، ونتمنى الأفضل للنادي الأهلي وما يهمناش من غرامات طول ما هو شغل التدليس شغال في اتحاد الكرة ورابطة الأندية، رابطة السواد والدمار على النادي الأهلي اللي بتفرض غرامات مفيش بس إلا على النادي الأهلي. وبعض الأندية بيقول لك سباب جماعي، لكن غرامات على التهكم على الحكام مفيش إلا على النادي الأهلي. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.